السلام عليكم. حديث العرب. السعودية تفوز باستضافة إكسبو 2030، ونتكلم بشكل مختصر لمن لا يعرف ما هو إكسبو. إكسبو هو معرض دولي أو عالمي يتم تنظيمه كل 5 سنوات في إحدى مدن العالم، وهذه منذ قرن ال19. يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على التقدم التكنولوجي والثقافي والاقتصادي للدول المشاركة. وآخر إكسبو كانت في دبي، وانطلقت فعاليات إكسبو دبي في الأول من أكتوبر 2021، واستمرت لمدة 6 أشهر حتى 31 مارس 2002. وكان موضوع المعرض هو تواصل العقول وصنع المستقبل. وشارك في إكسبو دبي 192 دولة، وزار المعرض أكثر من 25 مليون شخص من جميع أنحاء العالم. وساهم إكسبو دبي بشكل كبير في الاقتصاد الإماراتي، حيث حقق عوائد بلغت حوالي 7 مليارات دولار أمريكي. كما ساهم المعرض في خلق حوالي 200 ألف فرصة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوم أمس كما شاهدنا فازت المملكة العربية السعودية باستضافة إكسبو 2030، والذي سيقام في مدينة الرياض. سيكون موضوع المعرض هو المستقبل الذكي، ومن المتوقع أن يجذب إكسبو 2030 أكثر من 40 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، وسيكون له أكيد تأثير كبير على الاقتصاد السعودي. ونقول ألف مبروك للسعودية، ونشاهد لحظة فوز السعودية وفرحة الشعب السعودي. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، واعطي لايك للفيديو، واشوفكم بفيديو جديد. شكر، الله يبيض وجيهكم، ما قصرتوا كفيتوا ووفيتوا. ألف شكر لكم. ألف مبروك معاليك. ألف شكر. ألف مبروك. يعطيكم العافية. ألف مبروك معاليك. ألف مبروك. جد اللهم لك الحمد. ألف مبروك. جابر محمد بن سلمان. كفو. معاليك. معالي وزير السياحة أحمد الخطيب. ألف مبروك معاليك. جهد اللهم لك الحمد ونجح اللهم لك الحمد. عليك ألف مبروك. ألف مبروك. مثال توجيهات سمو سيدي الله يطولنا وياك. الآن شغل كثير بيصير، معليش اعذرني ما أقدر أتكلم، بس ورانا مجهود طويل. الحمد لله اليوم انجاز كبير بدعم وتوجيه سمو سيدي الله يحفظه. رحله طويله الحمد لله، احنا اليوم منتصف الطريق والطريق قدامنا الحمد لله، والرياض ترحب بالجميع ان شاء الله. الله يحفظكم. الف مبروك. ألف مبروك. اللهم لك الحمد. مجد جديد للسعودية. اللهم لك الحمد. ألف مبروك. Thank you.
طول الطريق اول مره في التاريخ انه يحصل. وين ترى يستاهل ابو محمد. ألف مبروك. يستاهل. ألف مبروك. ألف مبروك معاليك. ألف مبروك. جت اللهم لك الحمد. ألف مبروك. محمد بن سلمان. كفو. معاليك. معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، اللهم لك الحمد. جهد جبار، اللي قادوا الملفات الأبطال من شبابنا ومن بناتنا كلهم تحت قيادة محمد الله يطول عمره. نكتسح من الجولة الأولى، هذا مو شيء بسيط. في ناس ما شافوا لهم من شهور لأجل وطنهم، والحمد لله ما ضاع لهم تعب. اللهم لك الحمد. هذه الصور ننقلها لكم من العاصمة السعودية الرياض. كنا تابعنا معكم مباشرة لحظة إعلان فوز السعودية ب119 صوتا. كانت كل الأنظار تتجه إلى العاصمة الفرنسية باريس هذا اليوم لإعلان اسم المدينة التي ستفوز بمعرض إكسبو 2030، حيث نقلنا أيضا جديد الأخبار، حيث عرض الوفد السعودي بعد أن كان وصل إلى باريس عرض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لإكسبو 2030 ولماذا يجب أن يقام في الرياض. نقلنا لكم كان هذا في جلسة وفي هذا المؤتمر الذي انعقد في المكتب الدولي للمعارض في باريس، حيث هذا المكان نفسه يذكرنا بفترة ليست بالبعيدة حيث تم أيضا الفوز بالمملكة العربية السعودية لاستضافة مباريات مونديال 2034. إذا نستكمل معكم أخبار هذه النشرة وأيضا هذه التغطية، ونشير إلى أن الرياض حسمت سباق استضافة 2030